اهلا وسهلا بكم في برنامجكم عين على العالم. في هذا العام 2024 في عدد كبير جدا من الانتخابات في عدد كبير من البلاد المهمة بتحصل فيها الانتخابات دي. الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، انجلترا، فرنسا، مصر. عدد كبير من البلاد بتعمل انتخابات، بس كل بلد في البلاد دي بتعمل انتخابات علشان تخلي مجتمعها أكثر ازدهارا، أكثر نجاح، تخلي المجتمع وتفاعلاته الداخلية اللي دايما متغيرة ومش ثابتة قادرة على قيادة المشهد بشكل يفيد المجتمع ويخلي هذا التبدل والاختلاف في حياة البني آدمين متعبر عنه في السلطة السياسية، وبالتالي المجتمع ما يبقاش بعيد عن السياسة والسياسة ما تبقاش بعيدة عن المجتمع، والاثنين يأثروا في بعض فالمجتمع يطلع لقدام. في مجتمعات تانية انتوا طبعا عارفينها كويس مش عايزة تطلع مجتمعاتها لقدام. روسيا نموذج من هذه النماذج، مصر نموذج من هذه النماذج، لكن إيران نموذج من هذه النماذج. لكن كل دي انتخابات، كل دي على الأقل مفيش نظام واحد قرر انه لا يا عم ولا هنعمل حتى انتخابات، احنا قاعدين كده. يعني الانتخابات موضوع مسلم به كشيء طبيعي لتقدير على الأقل المواطنين يحسسوهم ان هم بياخدوا برأيهم. من هذا المنطلق رئيس الوزراء البريطاني وقبل 6 أشهر كاملة من أو 7 أشهر كاملة في الحقيقة من موعد الانتخابات النيابية حس إحساس مختلف خالص بيعبر عن شخصية نظيفة من جواها في الحقيقة. عارفين لما واحد يقول لك أنا مش راضي عن نفسي، أنا مش راضي عن أدائي، قد إيه هو بيبقى صريح مع نفسه جدا ويبقى عايز يختبر قدراته الحقيقية في مشهد حقيقي. هذا الرجل على اختلافنا الكبير جدا معاه في مواقفه السياسية المحلية والدولية قرر قبل 7 أشهر أن يختبر نفسه وأن يختبر حزبه في المجتمع البريطاني، وقرر مبكرا أنه يعمل انتخابات مبكرة ابتدت أمس، والنهاردة الفجر تم إعلان آخر نتائجها. وجاءت نتائج الانتخابات مخيبة لآماله بشكل حاسم وكبير. الراجل آخر بيان قاله، وبيان مهم جدا جدا، قال أثناء طبعا على الفيسبوك وأثناء العملية الانتخابية ما بتحصل، كتب على الفيسبوك أنا بتمنى إنه الناخب البريطاني يخلي سياسات الأمن الداخلي والخارجي في حسبانه، لأنه حزبنا حزب المحافظين هو الأقدر على اتخاذ سياسات أمنية مش بس تدعم بريطانيا، تدعم العالم الديمقراطي كله. وطبعا قصده على روسيا والحرب في أوكرانيا. الناخبين البريطانيين عملوا مفاجأة سياسية كبيرة. شوفوا، كل الناس كانت عندها قياس انه فرص حزب العمال اليساري البريطاني احسن كثيرا، وان هم بالتأكيد هيحصلوا على مقاعد كبيرة جدا. السؤال هو هيقدروا يحصلوا على أغلبية كبيرة ولا أغلبية بسيطة مرجحة؟ جاءت الانتخابات بنتائج لم يحدث في تاريخ الحياة السياسية البريطانية منذ 1832. البريطانيين عندهم الداتا والمعلومات والأرقام والإحصائيات الانتخابية منذ 1832. بيقولوا إنه منذ 1832 الأرقام دي محدش شاف 410
مقعد قبل كده في بريطانيا إلا في عام 1832. مش بس كده، ده بيقولوا كمان إنه منذ نشأة الحزب المحافظين اللي سوناك بيعبر عنه لم يحدث هذا الانخفاض السياسي الكبير في حجم التصويت للحزب منذ إنشاء الحزب أصلا. وأقدر أقول لكم أن الناجحين والرابحين في هذه الانتخابات يظلوا من الفريقين، يعني من فريق اليمين ومن فريق اليسار ومن فريق الوسط. طبعا لازم أقول لكم أنه الحزب الليبرالي الديمقراطي قدر يحصل على 61%، وده رقم كويس جدا. وانه الحزب الذي كان يملك الحكومة ويسيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 سنة حصل في الآخر على 131 مقعد فقط، وخسر مقاعد كتير أمام مش بس الحزب العمال اللي بيعبر عن اليسار، لا، خسروا مقاعد كتير ومراكز ومواقع انتخابية تابعة ليهم، معروفة ان دي يعني بيسموها في الانتخابات خزن انتخابية، صناديق انتخابية جاهزة، مناطق انت عارف انها هتدي لهذا الحزب لانه الناس هناك بتفكر بنفس الطريقة، وقيادات هذا الحزب خارجة جغرافيا من هذه المنطقة، والطبقات الاجتماعية اللي هناك رايحة تدي الحزب ده. ما ادوش للحزب، وادوا الحزب الإصلاح والريفورم اللي عنده ميول يمينية متشددة. يعني حتى جمهور الحزب المحافظين ما اداش حزب المحافظين، ولما قرر يعارض على يمين الحزب مع حزب الإصلاح اللي في الحقيقة رئيسه امبارح خرج، وانا كنت قاعد بتفرج على الBBC والسكاي نيوز يعني لغاية الفجرية تقريبا، من حلاوة المشهد يا جماعة، من حلاوة المشهد. بقول لكم الناس جايبة داتا، أرقام وإحصائيات منذ ما قبل القرن 19، قبل ثورة 19 بتاعت سعد زغلول، وجايبينها وحاطينها في الإحصائيات، وبيقول لك في انتخابات 1800 وكام 1800 وكام إيه، أنا عيني فنجلت ما كنتش محتاج أشرب قهوة. الناس بتتكلم في 1800 وكام، عندهم أرقام منذ ذلك الحين، وجايبين المشهد الانتخابي لكل حزب فيهم حاجة أمتع من الكورة من الآخر. يعني حاجة كنت بتفرج على شيء أمتع من الكورة، ولحظات صعود الحزب ده، وكان مين قيادته، وكانت إيه أجندته السياسية، واللحظة التاريخية منذ 1929 لغاية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإنه في اللحظة دي الحزبين والأحزاب كلها عملوا حكومة وطنية مكونة من كل الأحزاب، عشان البلد داخلة في حرب لما كان هتلر بيحاول يغزو انجلترا. مشهد سياسي تاريخي مهم. مش بس كده، ده أنا اكتشفت كمان إنه في شخص في بريطانيا، شخص مواطن بيشارك في متخصص، يعني بيعمل شغلانات تانية بس في الانتخابات، أشطر واحد في بريطانيا في عد الأصوات، وإنه الراجل ده بيعملوا معاه لقاءات كل انتخابات، وفي ناس تانية بتنافسه في بريطانيا، بيقدر يعد الأصوات في فترة زمنية أقصر، وكل انتخابات يقولوا له طب روح انت المدينة الفلانية او روح انت المدينة العلانية. المشهد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده او اللي هتشوفوه قدامكم ده في الحقيقة هو ده مشهد في كل مدينة او مركز جماعي فيه عدد من المواطنين الانجليز كان عندهم نفس المشهد ده. في مواطن بقى اشطر واحد في انجلترا في عد الاصوات، مش في تزويرها، في عدها بياخدوه يعملوا بيه فقرة إخبارية ويتصلوا بيه ويسألوه ويتابعوه، والكاميرات تقعد تركز معاه عشان ده أسرع واحد في إنجلترا بيعد أصوات. إمبراطورية وحشة سياسيا وما تتفقش معاه ماشي، بس ديمقراطية بشكل حلو قوي، حلو قوي، مشهد حلو قوي. جايبين قيادات الأحزاب قاعدة بتهزر مع بعض، مش بتتخانق مع بعض،
في استوديو تحليلي وكأني بتفرج على نهائي كأس العالم. تخيل انت لما يبقى المسؤول الحزبي في حزب المحافظين اللي هو خسران قاعد زعلان انه حزب الخضر اللي هم معارضين ليه واخد مقعدين بس، وفعلا زعلان وبيقول لا ده يستحقوا اكتر من كده. ده معناه خروج سياسات البيئة من الحياة السياسية ومن الأجندة السياسية لإنجلترا في ال5 سنين الجايين. كلام يعني يا جماعة حضارة بجد، تقدم بجد، ربنا يبارك لهم والله. تعالوا نشوف الحاج سوناك وهو بيحكي قصة الانتخابات دي من وجهة نظره طبعا. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. I will now head down to London, where I will say more about tonight's result before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all. I will then return here to my family's home. أنا لا أستطيع أن أخفي إعجابي الشخصي بالحياة السياسية البريطانية، رغم أن أنا يعني من أبناء الثورة اللي هي خرجت ضد المحتل الإنجليزي. لكن بصراحة الحديث جوه البرلمان الإنجليزي ما بين الأعضاء وبعضهم بتخليك عايز تفتح ورقة وقلم وتكتب وراهم. اللي بيقوله سوناك ده مش لأنه راجل شيك وفعلا بيتحمل الهزيمة السياسية، لا، دي قواعد الحياة السياسية البريطانية. نفس الشخص ده اللي بيقول لأعضاء حزبه أنا آسف، هو خسر في دايرته، لكن هو بيتأسف لمسؤوليته السياسية تجاه خسارتهم هم في دوائرهم. مش بيقول لهم أنا آسف بقى وبيروح يكمل حياته ومستقبله ويقول بقى لما إن شاء الله نشوف بقى هنعمل إيه في الوزارة الجديدة، لا، بيعتذر وبيستقيل من الحزب اللي هو بيقوده وبيستقيل من الوزارة وبيذهب إلى جلالة ملك إنجلترا يقدم استقالته أمامه في اجتماع لم يأخذ أي وقت مهم. لكن في النهاية قبل ما يمشي الديلي ميل كانت في يوم 2 من الشهر قال في تقرير مهم جدا اتنشر، مهم جدا ان احنا نعرفه. شوفوا في وسط الانتخابات اهم تقرير كان بيتنشر بيقول انه البريتش فورسز، ان القوات المسلحة البريطانية ليست جاهزة بالقدر الكافي لأي صراع على أي مستوى. ودي واحدة من الأفكار الرئيسية اللي تحب والخبراء يحطوها علشان هو يبقى ده جزء من بيعته الانتخابية، ان احنا معانا قواتنا المسلحة هتبقى قادرة على الدخول في صراع على أي مستوى. طبعا الكلام ده كلام سياسي مش كلام خبراء عسكريين قوي يعني، لكن واضح انه في أسئلة جوه المجتمع البريطاني اللي داخل الانتخابات عن قدرات قواتنا المسلحة البريطانية تقدر تخش صراع عسكري لغاية فين وتعمل ايه. مش تقول لي بقى المعلومة على قدر الحاجة وخلف هذا السور لا تستطيع، ممنوع الاقتراب والتصوير والسؤال، وتقول لي عقلية يا أستاذ أنت واقف تصور هنا الجيش ليه؟ مفيش الكلام ده. في كل شيء في هذا البلد ما دام المواطنين بيدفعوا ثمنه من حقهم يسألوا عليه. وفي نفس اليوم وزير الدفاع ذهب وجي وزير دفاع آخر باستراتيجية أخرى بطريقة تفكير أخرى، والقوات المسلحة البريطانية هتمشي وراه زي ما هو عايز، مش زي ما هم عايزين.
مش يقولوا بقى احنا طول اليوم في التدريبات ورجالنا البواسل والكلام بقى اللي احنا بنسمعه في العالم العربي فمضيعنا، ولا قادرين في الحرب ولا قادرين في السياسة، وفي كل معركة يا بننهزم يا بنسكت. هي الديمقراطية كده يا جماعة، باكج على بعضه، منظومة كاملة بتاخدك من طقطق لسلام عليكم. تعالوا بقى شوفوا هذا الرجل الفائز وهو مخلي خلفيته الشباب بتوع الحزب. أهم عنصر في الحياة السياسية دلوقتي شباب الأحزاب، وبيقول I don't promise you it will be easy. Changing a country is not like flicking a switch. It's hard work, patient work, determined work. And we will have to get moving immediately. We said we would end the chaos, and we will. We said we would turn the page, and we have. Today we start the next chapter, begin the work of change, the mission of national renewal, and start to rebuild our country. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ما وعدهمش بقى بجنائن خضراء وكل واحد فينا هيرتاح بقى والفلوس هتجيلك في البنك. قال لهم هنتعب وهنبذل مجهود وهنعرق والموضوع مش هيبقى سهل، ومش بكرة ولا بعده ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها. داخل يتكلم بصراحة، مش داخل يضحك على الناس ويقول لهم كلام عظيم غير قادر على إنجازه. هيجيب وزراء بجد. تعالوا نشوف السي في بتاع الراجل ده كده، بمناسبة ان احنا في مصر عندنا حكومة جديدة. اتفرج معايا على سي في الراجل اللي يشرف اي حكومة. عضو في مجلس العموم منذ 2015، انضم لحزب العمال وهو عنده 16 سنة. عشان انت عندك في بلادك العربية وجمهورية مصر ناس بتقول لك الحياة السياسية والعمل الطلابي ملهمش علاقة ببعض. رئيس وزراء انجلترا قرر انه يبقى رئيس وزراء انجلترا لما دخل العمل الحزبي الرسمي المعلن وهو عنده 16 سنة. ساعتها فكر طبعا انه المسار ده مش هينتهي في امن الدولة، المسار ده هينتهي في خدمة بلده. درس الحقوق في جامعة ليدز سنة 1985، بدأ الدراسة فيها يعني. عمل مدعي عام، اتخرج واشتغل وكيل نيابة ابتدى في سنة 2008. حصل على لقب السير أو الفارس عام 2014 من جلالة الملكة طبعا قبل ما ربنا يتوفاها. أكيد لمواقف سياسية اللقب ده لقب ما فيهوش واسطة يعني. مش دفع مثلا 2000 جنيه استرليني فخد اللقب، او لانه ابن خالته ضابط مهم في جهاز حساس فجاب له اللقب، لا، لانه عمل حاجه مهمه لمجتمعه وبلده فخد لقب السير. البلاد بتتبني بالسياسيين اللي زي ده، معروف طريقه من نشأته الى يوم ما هيستقيل زي اللي قبله ما استقال، وتظل المجتمعات ناجحة ومكملة وتقدر على أكتاف هؤلاء تطلع كل يوم لقدام، لأن كل واحد فيهم صادق في الخدمة اللي بيقدمها لمجتمعه، صادق في إنه البلد اللي هو عايش فيها وبيمثلها عايزة تبقى أحسن بلد في الدنيا. مش تقول لي أنا جايب وزير هيشتغل من 8 ل 3 وبعد كده هيشتغل وبعد كده هيشتغل اكتر فيديو بيضحكني والله، وبعد كده بيشتغل من 3 ل 10 في وزاره واحده. طب لو عطل هنعمل ايه؟ طب ولو خد اجازه احنا في مصر هنعمل ايه؟ طب لو جاله دور برد البلد هتقف. طبعا بلد عندها خبرات وكفاءات حقيقيه، بلد يا جماعه سادس اقتصاد على العالم يا جماعه. بنتكلم في ايه؟ جزيره واحده، دي جزيره
ما عندهاش أرض ممتدة، هذه جزيرة. هاتوا بخريطة إنجلترا يا جماعة عشان نشوف. جزيرة حكمت العالم، سادس اقتصاد في العالم، قوة نووية، قوة أوروبية، موضوع كبير جدا جدا. بص كده الفرق ما بين ثمن الجنيه الاسترليني أمام اليورو وأمام الدولار، وبعد كده هتفهم لوحدك ليه البلد دي ناجحة. تعالوا بقى نشوف الحزب اللي جاي لنا وطالع لنا في المقدر الجديد اللي هو اليمين، اللي انا يعني تقدر تقول عليه باختصار يمين متطرف. بس زي ما هنشوف اليمين المتطرف كمان هنشوف النجاحات للناس اللي قرايبنا واللي زينا واللي شبهنا، لأن المجتمعات دي بتدي فرص للجميع إذا كانوا الجميع يستحقوها. حزب الإصلاح أو حزب الريفورم لما عمل انترفيو مع رئيسه قال في السكاي نيوز على الأقل اللي أنا شفته، قال جملة مهمة جدا. قال لك إحنا حزب حديث بقالنا 4 سنين فقط. طبعا ما قضوش ال4 سنين دي في لجنة شؤون الأحزاب عشان يطلعوا الورق، أو قالوا لهم إحنا عايزين 1000 واحد من كل محافظة زي ما بيعملوا عندنا في مصر. الحزب أنشأ نفسه وبعت ورقة بالإيميل فبقى حزب وخلصت. الحزب اللي أنشأ نفسه من 4 سنين فقط حقق مكاسب كبيرة جدا جدا على حساب الناخب اللي بيدي الحزب الحاكم. مش الحزب الحاكم بقى يقول لك ايه دول طالعين بنفس الاجنده بتاعتي احبسهم. تعالوا نشوف الفيديو بتاعه. We will now be targeting Labour votes. We're coming for Labour, be in no doubt about that. Believe me, folks, this is just the first step of something that is going to stun all of you. Thank you very much. شوفوا يا جماعة، السياسة حلوة لو فيها لاعبين حلوين. الراجل ده متطرف. ناجي الفرج ده هو الراجل اللي خد وقرر انه يقنع المجتمع البريطاني بالخروج من الاتحاد الاوروبي، ونجح في ده فعلا رغم ان هو كان عضو في البرلمان الاوروبي نفسه. بعد كده تارجت ايه؟ تارجت الحزب الحاكم. انا هاخد مقاعد الحزب الحاكم والمناطق النفوذ بتاعته واقنع الناخبين اللي فيها علشان يدوا الحزب بتاعي. النهارده بعد ما كسب في هذا الاستراتيجية أو في هذه الخطة الذكية جدا، قال لك احنا الانتخابات الجاية هنستهدف حزب العمال. الراجل شغال على أخطاء غيره. البيزنس موديل بتاعه كده، طريقة إدارته للعمل. الآخرين أخطأوا في إيه؟ أنهي عضو فيهم خايف في دايرته، روح يا عم نزل واحد من قصاده يسقطه ويجيب الأصوات من هناك. هيشتغل بنفس الطريقة، وانا اتوقع من هنا ل5 سنين ربنا يديه حضراتكم العمر ويديه هذه الشاشه العمر والمساحه، ان احنا في الانتخابات اللي جايه هنشوف الراجل ده اذا هو عاش او حزبه محققين مراكز متقدمه جدا جدا. الاستراتيجيه ذكيه بيبذلوا فيها مجهود، مش منتشرين في كل حته في انجلترا، مركزين على الاماكن اللي هيكسبوا فيها وبيكسبوا فيها، وكل طول الوقت بينجحوا. ده متطرف يميني. لكن تعالى بقى شوف معايا اليمنية المسلمة الناجحة في الانتخابات عن حزب العمال. ابتسام محمد عضو البرلمان البريطاني بحجابها، والنهارده تلاقيهم عاملين مندي في البيت ولا حنيت وعاملين العيش المربوع ده وعاملين حفلة ما فيهاش أول ولا آخر، كلها شيء عدني وشغل جامد جدا جدا. هتلاقي البلد كلها رايحة تحتفل ببنتهم، مش يقولوا لها بقى تنقبي واقعدي ورايحة فين وجاية منين. بقت عضو في البرلمان البريطاني. البريطانيا دي اللي كانت في يوم من الأيام محتلة مصر واليمن وسوريا، سوريا لا، مصر واليمن وقطاعات واسعة من المنطقة العربية. بنتهم بنت اليمنيين بقت عضو في البرلمان
وهتسمعوا كلامها وهتسمعوا وجهات نظرها وهتشوفوا العلم الفلسطيني وهتشوفوا القضايا العربية موجودة في البرلمان البريطاني، لأنه هذه السيدة أهلها فهموا اللعبة صح وفهموا العالم صح وفهموا إن إحنا جزء من العالم. لا العالم هيمشي على مزاجنا ولا إحنا هنمشي على مزاجهم. نقدر نعمل موازنة ما بين الاتنين؟ طبعا بالتأكيد. بالعكس العالم هيستقبلنا ويساعدنا طول ما احنا مؤمنين بأفكار رئيسية زي أفكار حقوق الإنسان والحريات الشخصية والديمقراطية والاقتصاد الحر. تعالوا بقى شوفوا معانا عدنان حسين، ده واحد من المستقلين، ده مش مع حزب. شوفوا دخلته على مقره الانتخابي وفريق عمله بعد ما كسب في الانتخابات. Free, free, Palestine! 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 Palestine! وادي يا سيدي طبعا انت من الهيئة كده، من والده ومن اسرته ومن اخواته باكستانيين طبعا، من غير ما ادور كتير باكستانيين، وهتلاقيهم عملوا عيش نان برضو، وهتلاقيهم عملوا الاكلات الباكستانيه اللي كلها سبايسي دي وحراقه، وهتلاقي جو جميل جدا جدا، وشربوا شاي برضو بالنعناع، وجو جميل جدا جدا. بريطانيين اصليين يخدموا بريطانيا بس عندهم وجهات نظر في العالم جايه من خلفياتهم، محدش منعهم طول ما هم لا شايلين سلاح ولا جايين يقولوا احنا عايزين نهدم الحضاره الاوروبيه دي ونعمل حاجه جديده. طول ما الكلام عاقل ومنطقي وفي اطار القانون والدستور اهلا وسهلا بيهم. عايز احكي لكم بقى على سياسي عجوز من حزب الناجحين، كان رئيس الحزب في لحظه من اللحظات، جيرمي كوربن. جيرمي كوربن ده بقاله 42 سنة نايب عن الدايرة، 42 سنة نائب عن هذه الدائرة الانتخابية، ودخل حياة سياسية من زمان جدا جدا، وقتل واتقتل جوه الحياة السياسية بالمعنى السياسي طبعا. مش بس كده، جيرمي كوربن ده كان رئيس حزب المحافظين لأكتر من مرة، لأكتر من عدد كبير من السنوات، وهو يقدس القضية الفلسطينية ويعمل من أجلها بشكل مهم جدا ومهول جدا. ثم بعد ذلك حصلت اختلافات جوه الحزب، مشي من إدارة الحزب بس ما مشيش من الحزب، ما زعلش وخد جنب، ما انشقش ب 14 15 واحد وراح عمل حزب الحمر او الخضر او الزرق، فضل في نفس الحزب ويظل نائب في البرلمان عن نفس الحزب بس مش رئيسه. لانه يا جماعه السياسه فيها تقلبات طبيعيه، لا احد يحكم للابد، مفيش بطل طول الوقت، مفيش نجم طول الوقت، النجوم بتطلع في الليل وتختفي الصبح، حاجه طبيعيه يعني، والنجوم تقعد سنة 2 3 4 10، ثم بعد ذلك الجمهور يتغير ويبقى عايز نجوم جديدة. وبناء على كده حياة البريطانية في بريطانيا بتسمح بوجود الراجل ده، وبالتالي طبيعي جدا شاب صغير زي رئيس الوزراء الحالي لما يخش حزب السياسي عنده 16 سنة يبقى يقدر يرسم لنفسه خط انه يبقى في يوم من الايام سير، وبعد ذلك رئيس للحزب، وبعد ذلك رئيس للوزراء. ليه؟ لانه اللي زي جيرمي كوربن دول ما قتلوش السياسه، قال لك انا هفضل رئيس طول الحياه. يبقى الشاب ده عمره ما هيفكر في يوم من الايام يبقى رئيس لاي حاجه، حتى مراجيح مولد النبي. اللي بيخلله في السياسه الاكثر ضعفا، وفي الحقيقه
الأكثر إضرارا بالحياة السياسية وبالبلاد اللي بيحكموها. تعالوا نشوف سوناك وهو بيخرج من المشهد السياسي بكل شياكة. The footman will come forward to open the doors, and the King's equerry, Commander Will Thornton, will receive on behalf of the King the Prime Minister. I've been eating plenty of sandwiches on the road. It's very good. Prime Minister, and always the footman. بعربية ألمانية، أودي ألمانية، دخل رئيس وزراء إنجلترا السابق مع زوجته في تقليد معروف عشان يسلم على الملك في آخر مرة ويقدم له استقالته. طبعا هيشوفوا بعد كده في حفلات ومجتمعات وحاجات، بس ده آخر مرة ليه بصفته رئيس وزراء، إلا لو حصل في الأمور أمور والدنيا اتشقلبت واتغيرت واجتمع المجتمع البريطاني على عودة سوناك رئيس الوزراء. لكن ده آخر مشهد ليك رئيس لوزراء إنجلترا. في المقابل بقى آدي رئيس الوزراء الجديد بعربية أودي برضه، لأن العربيات دي مش ملكهم الشخصي، دي ملك الحكومة البريطانية. وهو داخل مقر 10 داون ستريت في لندن، مقر مجلس وزراء إنجلترا. هي دي الحياة السياسية ودي الانتخابات البريطانية. طبعا لما تعمل مقاربة سريعة ما بين ما حدث في انجلترا وما حدث في جارتها فرنسا، هتكتشف انه الانجليز لسه محافظين بقدر كبير على حياة سياسية رصينة، الناس فيها بتاخذ قرارات من اجل مجتمع احسن. امبارح كانوا هم بيعملوا لقاءات مع المواطنين في الشارع حوالين ارائهم. في واحدة ست كبيرة في السن قالت جملة يا جماعة والله يعني شعر جسمي وقف. قالت لك It's time to rebuild. هي قاعدة في انجلترا في لندن، مش في العباسية، مش في تفاهة العزب، قاعدة جوه لندن، مواطنة لندنية أصيلة، بتقول لك هذا هو وقت إعادة البناء. أمال في غزة يقولوا إيه بقى؟ هي شايفة كده، ده وقت إعادة البناء لإنجلترا العظيمة اللي هم عايشين فيها. تعالوا نشوف كلمة رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اللي بالمناسبة مواقفه السياسية قد لا تعجب كثيرين من المواطنين العرب، ودي طبعا حكاية هنشوفها مع الوقت، لكن المشهد حلو جدا. شكرا لكم. Good afternoon. مساء الخير. عدت عدت للتو من قصر باكنغهام، حيث قبلت دعوة من جلالة الملك لتشكيل الحكومة القادمة لهذه الأمة العظيمة. أود أن أشكر الرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وإنجازاته كرئيس وزراء الأول من أصول آسيوية. هذا أيضا يجب أن لا نقلل من شأنه من جانب أي طرف، بل نشيد بهذا الأمر اليوم كما نشيد بالإخلاص والجهد الذي قام به وقيادته. والآن صوت بلدنا بشكل حاسم من أجل التغيير للتجديد القومي والعودة إلى السياسة
وللخدمة العامة. والفجوة بين التضحيات والخدمات هي كبيرة، وهذا أدى إلى تعب في نفوس شعبنا. وبهذه الروح وبالإيمان وبالعقيدة المؤمنة بأن أمامنا مستقبل أفضل، علينا أن نضع جهودنا سويا. وغياب الثقة يمكن شفاؤه فقط عبر إجراءات وأفعال وليس كلمات. ودون شك والآن نبدأ بإشادة بسيطة بالخدمة العامة، وأن الحكومة يجب أن تعامل كل فرد من أفراد هذه الدولة باحترام. إن كنتم انتخبتم حزب الأعمال يوم أمس مش بقى تقول لي أنا رئيس جمهورية واللي سبقوني من 30 سنة ما كانوش ناجحين وأنا بتحمل مسؤوليات أخطائهم. ينفع برضو؟ طب ده ينفع؟ ما ينفعش. دي الحياة السياسية الحقيقية الطبيعية الإنسانية، أن تحترم حتى أعدائك في السياسة. مش بس كده، ده أنت أول ما تمسك الميكروفون وتقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا رئيس وزراء إنجلترا، بتشكرهم على الخدمة العامة المتميزة اللي هم عملوها، وتقول أنا ما انساش إن ده كان أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية وأسمر. عشان دي قيم عايزين يحطوها في البلد، والمجتمعات والأطفال الصغيرة يطلعوا عليها، فتبقى بلد بتشمل الجميع، مش بلد عايزة تمشي اللاجئين زي مصر كده.